السلام الله عليكم. أقسم لكم بالله ما حصل اليوم وشفته لابن محافظة إب أو الطفل محافظة إب الذي مات أبوه ولقمة العيش في فمه وهو في الشارع في الرصيف. موجعش قلوبكم؟ أقسم لكم بالله أني تبكي عليها الطيور، أني تبكي عليه الطيور. يعني بالله عليك لو ما جينا نتكلم ذا الحين على فلسطين وموقفكم أمام فلسطين واللي عيوقف أمام فلسطين ونتكلم على أطفال فلسطين، وأجي أشوف طفل ابن بلدي وأشوف الظلم اللي في بلدي وأسكت، أيش أعتبر أنا؟ أيش أعتبر؟ منافق، إنسان مانيش رجال، إنسان منافق. فأطفال لبنان وأطفال فلسطين يعني عندكم أحسن من ما حصل لطفل بلدكم؟ ها؟ أطفال فلسطين وما بيحصل للأسر هانا قد بيموت بصاروخ أطفالنا بيموتوا جوع، عادوا اللي بيموت بصاروخ بانفجار عاد وهون من ما أن يموت أبوه جنبه جوع، يعني من الجوع. جاهدوا سع ما خلق الله علشان الله يرضى عليكم. إذا أنتم بتسموا أنفسكم مجاهدين، الجهاد يشتي جهاد في كل شيء، مش ما بلا جهاد من خارج الله ومن داخل يعلم الله. يعني ما قدرتوا تشكلوا لجنة تشوفوا المساكين في كل مربع تدوا لهم سلة غذائية؟ ما قدرتوش. شكلتوا العقال يزيدوا يشلوا عليهم الغاز عشان يستفيدوا فقط. ايش اللي عملتوه؟ انا بين اتكلم، أنا داري إنه حتى لو احتبس حتى عادي ظلموا عادي، حتى الشعب يقول لكم يستاهل، لأنه شعب منافق. أنا بين أتكلم مرضي الله وعلشان لا أوصل إلى ما أوصل له صاحب إب. وإذا سكت كل واحد يوصل والله لا يوصل، ويذوق طفله ما ذاق هذا الطفل. أقل واجب نتكلم بما يرضي الله ورسوله. جاهدوا سع ما خلق الله. إذا فعلا بتجاهدوا في فلسطين وإحنا هنا بنقسم اللقمة نصين، فعد أطرحكم هنا بحذاتي. لكنما تجاهد وأطفال بلدك يموتوا جوع وأنت بتدي المساعدات للبنان، هذا لا يرضي الله ولا رسوله. خيركم لأهله. أنا هذا الحين بين أتكلم تشوفوا المساكين، هذا واحد من ملايين. أنا بين أكلمكم أنتوا والمسؤولين علينا أنتوا. أنا لو بين أعترف بالشرعية شوية مرتزقة، شوية خلاص هم ما يشتوش صنعاء ولا يشتوا صنعاء، هم بخايف الله يتحملوا المسؤولية في صنعاء 12 مليون نسمة. إذا جو يدي المرتبات ل 12 مليون نسمة، لكنهم جالس اللي غير شوية بيحكموا 500,000 عشان يأكلوا حقوقهم ويأكلوا حقوق الناس، ما يشتوا جو فاهمين هذا الشيء. لكن أنت كدك خلاص الوصي علينا والولي علينا، احنا نحاكيك أنت. الجهاد في كل شيء عشان يرضى الله ورسوله. أظنه جهاد بسيط يا أخي. لو ما تشوف المساكين سلة غذائية يا أخي، مستودعات بتدول لبنان، مستودعات. لو ما بش بتقاتل فلسطين وما بش بناكلها على المرة والحالة السهل. لكن احنا بنشوف ما بتقدموه للناس واطفالنا بيموتوا جوع. حسبنا الله ونعم الوكيل.